ماشي. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده جايه لكم بوصفه خفيفه واهم حاجه انها موفره، ودي اول حلقه من حلقات سلسله التوفير بتاعتي. استنوا فيديوهات جايه موفره ولذيذه في نفس الوقت، وكمان اهم من ده كله ان هي تسهل علينا وقفه المطبخ في ظل الايام الحر والفرهده اللي احنا فيها دي. طبعا بنبقى محتاجين اكل سريع ما يتعبناش في المطبخ. يلا بينا نقول بسم الله وتعالوا نعمل مع بعض صينية العجة الموفرة اللي من غير لحمة ولا فراخ. بصوا بقى، جبت حلة حطيت فيها شوية زيت. اول ما الزيت سخن نزلت عليه ب4 بصلات. البصل لما بتكتريه في العجة بيديها تسكيرة حلوة قوي وبيخلي طعمها حلو. يا دوب البصل دبل معايا نزلت بتاع نص معلقة كده توم مفروم. بعد كده نزلنا بفلفلاية رومي متقطعة، قلبناها مع البصل والثوم، دبلت طفينا عليها وركناها على جنب عشان خاطر تبرد. نروح بقى لباقي المكونات بتاعتنا. عندنا 4 بيضات، عندنا نص كوباية من اللبن، عندنا معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة مرقة فورية، ربع معلقة صغيرة فلفل اسمر، نص معلقة صغيرة بابريكا، ربع معلقة صغيرة كمون، ربع معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، والاهم من ده كله القرفة، ربع معلقة صغيرة قرفة. قرفة بتخلي برضو ما يبقاش فيه ريحة زفارة من البيض وكده. جبنا بولة ناشفة ونظيفة، نزلنا بالاربع بيضات وخفقناهم بالمضرب اللي هو اليدوي ده لغاية ما البيض كده بقى متجانس مع بعضه. بعد كده نزلنا عليهم بنص كوباية من اللبن. لبن يكون بارد، اوعى يكون سخن، هتلاقي البيض بقى بيض اومليت على طول. بعد كده نزلنا بالبهارات بتاعتنا اللي انا قلت لكم عليها كلها كده في قلب البولة. بعد كده نقلبهم كويس جدا لغايه ما البهارات اللي احنا حطيناها تبقى في البيض كده هوت كلها كده واخده من البيض كله. بعد كده هننزل باربع معالق دقيق، 4 معالق كبار دقيق. هننخله كويس طبعا وننزله على الخلطه اللي احنا عاملينها دي. وبعد كده هننزل بمعلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، ونخلط برضو كل الكلام ده مع بعضه. وعندنا كمان نص كوبايه زيت على سمنه. ننزل كده بالتدريج واحنا بنقلب ونقلبهم مع بعض. ده كيس خضره انا كنت مفرزاه، لو عندك خضرة طازة فريش مفيش مشكلة. وكمان نزلت ب2 طماطم متقطعين صغير، وابتديت ان انا اقلب. وبعد كده هنزل عليهم بالخلطة بتاعتي اللي هي البصل. هنقلبها بقى تقليبة محترمة كده وكويسة، وهنجهز صينية فيها دهنة بسيطة من الزيت. طبعا احنا هنكون مشغلين الفرن ساعتها عشان تسخن على درجة حرارة 180، لان البيض هيدخل الفرن فرن سخن، لازم يكون سخن. وبس كده هتقعد لمدة 20 دقيقة وتطلعيها. ممكن لو هي الوش ما تعملش هتفتحي عليها الشواية يا دوبك تحمر كده وتطفي عليها، وبس كده. ممكن بقى نقدمها مع عيش بلدي وسلطة، وممكن كمان تتاكل ساقعة من التلاجة، وده اللي بيخليها مناسبة جدا لفصل الصيف. جربوها وقولولي رأيكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك عشان نكمل مع بعض وصفات موفرة وسهلة. واشوفكم في وصفة جاية.